رسميا افتتاح ملعب مدينة الرباط الكبير، ملعب الأمير مولاي عبد الله، يوم 5 من شتنبر. المباراة اللي غتكون ما بين المنتخب المغربي ومنتخب النيجر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ملعب مدينة الرباط، وأخيرا الجماهير المغربية يعني غتكون ليها فرصة باش تحضر الافتتاح ديال الملعب مدينة الرباط. الملعب اللي يعني الجماهير المغربية هذه يعني تقريبا سنتين وهي كتسنى الملعب باش يتم الانتهاء من الأشغال، وبالتالي يعني الحضور لهذا الملعب العملاق، ملعب تبارك الله يعني اللي بأيادي مغربية، شركات محلية، صراحة يعني برافو برافو الشركات المغربية اللي قدروا أنهم ينتجوا لنا ويصنعوا لنا ملعب مثل مدينة الرباط الكبير. ملعب الأمير مولاي عبد الله تقريبا اللي كيتساع يعني السعة ديالو كتوصل تقريبا 70,000 مشجع، نتمنى أنه يكون فيها الخير على الكرة المغربية. ملعب يعني صراحة الكل كيعرف يعني أن الملعب كيتوفر على أحدث التجهيزات، مبني يعني بآخر ما كاين في الملاعب. الملعب اللي غادي تقارنوا مع الملاعب الأوروبية والعالمية يعني بوشك أحمر، يعني ملعب تبارك الله، ملعب في المستوى، ملعب أسطوري، ملعب عملاق، ملعب من الجيل الحديث. يعني المغاربة يعني يشرفهم أن يكون لهم ملعب مثل ملعب مدينة الرباط، ملعب الأمير مولاي عبد الله. يعني وكإضافة يعني مدينة الرباط فهي يعني 4 ملاعب يعني اللي كتبنى، يعني ملعب أولمبي اللي يتم الانتهاء من الأشغال ديالو يعني نسبيا، كذلك بالنسبة للملعب الأمير مولاي عبد الله اللي يعني غادي يتم الافتتاح ديالو في 5 من شتنبر، مباراة المنتخب المغربي مع منتخب النيجر، وكذلك يعني ملعب البريد، وملعب اخر ملعب مولاي الحسن. هاد الملاعب يعني كاستعداد يعني الكاس افريقيا 2025 اللي غتكون يعني في بلادنا ان شاء الله، وكذلك بالنسبه لكاس العالم 2030 ان شاء الله. فنتمنوا ان يعني هاد الموفمون وهاد التطور وهاد الحركيه في الملاعب انها تنعكس على البطوله الوطنيه، يعني تكون البطوله يعني طرقاتها هي يعني، وتكون يعني واحد واحد النهضه بالنسبه للبطوله المغربيه، يعني باش يعني تنافس لما لا يعني البطولات الاوروبيه. يعني عندك بنيه تحتيه اللي ملائمه، ظروف يعني ميسره، فيعني خاص البطوله المغربيه هي يعني تكون في المستوى، وهي تنتجنا يعني مجموعه من اللاعبين اللي غادي يقدروا يكونوا يعني في المنتخب المغربي، يقدروا يكونوا يعني هما الاساس ديال المنتخب المغربي ان شاء الله، والكره المغربيه في المستقبل ان شاء الله. لان البطوله المغربيه صراحه يعني مستوى ديالها يعني مستوى يعني غير مقبول صراحه. يعني ما غاديش نقارنوا حنا راسنا بالبطولات في القاره الافريقيه، وانما البطولات في القارات الاوروبيه والعالميه. فصراحه يعني خص نخدموا، وخص يكون يعني واحد العامل على البطوله المغربيه لكره القدم من اجل يعني التطوير ديالها، اننا نرقاو بها المستوى افضل ان شاء الله.